السلام عليكم اخواتي، ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وعافيه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله يا رب العالمين. كما على بالكم كامل رانا في عاد تنازلي، يعني التحضيرات مسبقه للعيد الاضحى ان شاء الله يا ربي. طبعا قبل كل اي مجهود عضلي وجسدي وفكري انا نقول لكم صراحه ندوها نصيحه من عند محمد: تهلاو في رواحكم مليح مليح، كلوا مليح اشربوا مليح، خذوا قسط من الراحه يعني، وروحوا دوقا يعني ماهيش رايحه تتكمل الدنيا. يعني لما كملتوش الخدايم يعني قدرتوا تخدموا خدمتوا، ما قدرتوش تخدموا شافها ربي. ما على بالكم حتى بواحد. هذه هي كما راكم تلاحظوا انايا قالوا المؤمن يبدا بنفسه. والمعروف عند الجميع انه ام محمد يعني تحب تقلش روحها بزاف وتهتم بروحها بزاف. هذه هي الحاضر وهذا هو اللي كاين. انا طبعا اللفاح كما على بالكم كامل وراس الحانوت اللي جاني هديه من الترك، انا رايحه نوجد فيه يعني وستف فيه في البلارات باش كي نحتاجو نلقاه واجد. طبعا وانا عندي يعني قارورات اخرى يعني فيها لفاح هذاك تاع الجزائر تاعنا، يعني كمون الكركم على كيما على بالكم. صراحة رانا في تعب وفي جريمة عندي ما نحكي لكم. ربي يعاوننا ان شاء الله، ربي يعطينا طاقة ان شاء الله يا رب العالمين، ونفرحوا نفوسنا ووليداتنا. يعني مناسبات اللي قدر يشري الأضحية يشري، واللي ما قدرش شافها ربي. يعني ما ديروا حتى حاجة في بالكم، والناس تتفكر بعضها، وهذه هي يعني اللي ما ذبحش واللي ذبح يتفكر، واللي ما ذبحش ورايحه وما فيها والو، خيرها في غيرها. ما ذبحتوش هذا العام تذبحوا العام الجاي ان شاء الله، وربي يتقبل من كامل الناس يا رب العالمين. كما على بالكم هنايا انايا كنا راح نديرو وحده تقريبا خدمت كلش، يعني بقات لي حاجه خفيفه، بقات لي نخدم حاجه حلوه معسله هكذا يعني باش نشربها مع القهوه ولا مع لاتاي كشمون يجي. مع انه انا كما يعرفوا الجميع يعني ساكنه بعيد على الاهل وبعيد عن اهل الزوج، يعني ما كاش اللي يجيني. يعني عيد ما نحكي لكمش، عيد بدون هنا بعد ما ستفت اللفاح نتاعي وعدلته طبعا نروح نوجد الباسينات، وجدي الكسكاس، وجدي المغزل اللي رايحين تخدموا به، وجدي الماس بعد ما يسنيهم الزوج نتاعك عاد الانسان هذاك اللي يمضيهم برا. وجدوا كل شيء، وجدي الاكياس اللي راح ندسوا فيهم اللحم يعني في الكونجيلاتور، وجدي اكياس الشواء، وجدي اعواد الشواء، يعني وجدي كل شيء باش هكذا يعني تكوني كل حاجه منظمه، كل حاجه في بلاصتها، وما تتعبيش يعني وتعودي تجري هاك وهاك وهاك. كما راكم تلاحظوا انا ما صورت لكمش كلش، يعني مي راني موجده كلش. اللي راه نزلت يعني راه تنوس اجري 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 خلاص ما قعدش وقت. انا شخصيا بغات لي التسياق، يعني التسياقه الاخيره فقط يعني، ونوجد الصالو كما قلت لكم. مع انه انا ما كاش لي يجيني يعني ابار الشيخي ولا الزوج السلفي، هذو عاديين يعني ما مش محتاجين يقعدوا في الصالو، يدخلوا الكوزينه نورمالمون. هنا البارح في الليل انا يا بنتي درت لها الحنه، تهنيت منها الحمد لله رب العالمين. شيطتني ما نحكي لكم، شيطتني شيطتني شيطتني. درت لها اللصقه هنايا طبعا، ودرت الحنه، واليوم دوجتها بقالها شعرها يعني نص شهور يعني، وتهنيت. الألبسة تاع ولادي طبعا والزوج وبنتي يعني وجدتهم. نورمالمون هذا العيد يعني ماهوش تاع لبسة تاع أضحية، مي على الأقل يخرجوا لابسين. كما راكم تلاحظوا كما راكم تلاحظوا هنايا بنتي عادة ما تحبش الحنة يعني، ولكن أنا نديرها لها يعني كشغل صيف، يعني عادة والعويد على بالكم. يعني الحنة تعبر عن الفرحة، تعبر يعني الزهو هكذا يعني مناسبة يعني.
كما قلت لكم ما قعدتليش خدايم بزاف، يعني قعدت لي حاجه خفيفه، حاجه معسله هكذا وتسياقه يعني وحاجه خفيفه يعني ماشي بزاف. هنا هذه هي الالبسه تاع اولادي يعني والزوج. هذا القميص تاع زوجي يعني الله يبارك ما شاء الله. جاوهم هدايا يعني كما قلت لكم من قبل، احنا جاونا هدايا من العمره يعني من مكه المكرمه، من عند زوج اختي طبعا ربي يحفظه، والابن تاعي ان شاء الله ربي يتقبل منهم عمرتهم ان شاء الله، ربي يرزقنا. جابوا لهم اقمصه يعني انا ما حبيتش نجبدهم، يعني دايره في بالي بلي راه جاي العيد الاضحى يعني ويلبسوا بصبحه العيد، بعدها مع العشيه يعني يلبسوا لبستهم النورمال. هنا القميص الاول كان للزوج، وهذا القميص لابني الاكبر طبعا. هنا لونه راه ما يبانش نورمال يعني يبان باهت، وانما هو لونه هايل يعني صراحه. قميص فور. هنا قميص ابني الوسطاني ثاني ما شاء الله، فيه واحد الطرزة عجبتني فور يعني بزاف بزاف بزاف، حاجة فن. وجدت لهم يعني صنادل تاع الجلد اللي راح يلبسوهم مع الأقمصة، حبوا يلبسوا مع الباسكتات الله يسهل عليهم يعني هما أحرار، واش حبوا يديروا. هنا طبعا وجدوا السجادات للصلاة، بما انه صلاة العيد راح يديروها بكري يعني لازم تحطهم بجهه يعني باش كي تحتاجهم تلقاوهم. هنا وجدت الروبه نتاع بنتي، يعني هي روبه سامبل يعني جاتها هديه ايضا من مكه، جابها لها الابن تاعي ما شاء الله الله يبارك ربي يحفظه ان شاء الله. هذه تلبسها صبحة العيد، بعدها تلبس شميز وبنطاكول، والعشية ماضي يعني تلبس بيجامة عادي. هنا هذو الاكسسوارات جاوها هدية من الترك طبعا، زدت لها اضافات فقط يعني كوكينات معاها وسندالة طبعا. انا راح ندير لها هذو معاها. كما قلت لكم من قبل العيد هذا ماهوش تاع البسه، وانما يعني لازم يلبسوا يعني. وجدت لهم اللبسه تاعهم، مي انا ما نكذبش عليكم انا ما شريتش، حتى ونشري مانيش راح نقدر نلبسها يعني نهار تاع خدمه تاع شقه تاع تعب يعني، ما اصلا مش تاع باش تلبسي وتعدلي. هنا كيما راني نوريلكم هذوما الالبسه تاعهم الاقمصه ما شاء الله الله يبارك، ان شاء الله يلبسون بصحه والعافيه ان شاء الله، ونعيدو كامل بصحه والعافيه ان شاء الله حنا وحبابنا ومالينا واهلنا وصحابنا وجيراننا، وربي يتقبل منا ومنكم جميعا ان شاء الله. وكل انسان يعطي له ربي على قد نيته وعلى قد قلبه. حوايج هكذا يعني هي بسيطه يعني هي كي تشوفوها يعني حاجه بسيطه، ولكن يعني تفرح يعني تفرح الاولاد تفرح العائله. هنا المصروف طبعا انا الخضره راني غسلتها وسترتها في الفريغو. ميزات جاب لي الزوج هذو يعني جاب لي الماشطو، زيتون الاخضر زيتون الاسود الدلاع الليمون نعناع اخضر، يعني حوايج بزاف يعني جاب لي كيس الشواء، جاب لي الكيس اللي راح نديرو فيهم اللحم، جاب لي يعني حوايج بزاف يعني انا مصورتش كلش مي مقتطفات فقط. بعدها درت يعني بلونشيت تاع شوا، كما على بالكم كامل الطريقه تاعي انا في البلونشيت تاع شوا تجي بنه هايله، صراحه خير ملي تشرون من برا. بقالي فيديو الاخير اللي راح نحط لكم التحضيرات المسبقه للعيد، نوجد فيه حاجه حلوه ومعسله يعني من اجل القهوه ولا مع لاتيه تحطيها لضيافك طبعا، وايضا تحليه تحطيها للضياف يعني في السهره ولا في كيما نقولوا حنا في وقت السخانه هكذا حاجه بارده، حاجه بريستيج حاجه ستيل يعني. ترقبوا مني ان شاء الله. من بعد يعني راح نحط فيديو اخر ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله.
هنا كملت برونشات تاع الشوا. طبعا رحت قليت القهوه نتاعي كيما على بالكم كامل حنا نشربوا القهوه تاع الحاب. خلاص يعني رانا في عاد تنازلي، ما بقاش بزاف، بقات سوايع فقط يعني، ويصبح العيد علينا ان شاء الله. هكذا يعني رتوشات اخيره يعني ونرتاح. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، شجعوني، ما تنسوش تعليق واعجاب. سلام.